ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسعادة. شايفين صينية الجلاش القمر ديت؟ تعالوا كده نشوفوا عملناها ازاي. طبعا الجلاش دوت جلاش فطاطري، يعني من عند الفطاطري او الكنفاني، يعني مش بتاع شركات ولا حاجة. النص كيلو نص كيلو بالظبط. طبعا هنا متغلف بقى كده تغليفة حلوة وفريش كده وطازة وجميل. ومعانا بقى هنا صينية مدهونة سمنة. تعالوا بقى كده نشوفوا هنبتدوا ازاي. انا كده سيحت كده حتة سمنة بلدي على مكعب كده من الزبدة. بحب اعمل كده خليط ميكس من السمنة البلدي والزبدة، بيخلي كده الجلاش بتاعنا مورق وجميل. هنا بقى فردت كده ورق الجلاش بتاعنا، والورق طازة كده وفريش. وطبعا الورقة كده نصها لبره ونصها لجوه. وتدهني كده بقى ايه دهنة سمنة كده خفيفة. واللهم صل عليك يا نبي. إيه طبعا لو في ورق بقى كده انصاص او كده تيجي حاطينه ايه في نص كده الصينية. هو الورق طازة وفريش، بس دايما بنلاقي في ورقة الجلاش او لفة الجلاش شوية كده متقسمين كده من النص ومطبقينهم، بحيث يعني ايه يكون الورقة مجوز كده، بس هي يعني مقسومة مش متقطعة، مقسومة. صلوا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. هنا بقول لكم بقى الورق كده نصه لبره ونصه لجوه. وطبعا انا كده عملت النص الاولاني من الصينية، وفردت بقى كده عليه كيس من بتاع التلاجة عشان ما ينشفش. وطبعا رحت بقى كده على البوتاجاز نعمله كده ايه طبقة الحشو بتاعتنا. وطبقة الحشو بتاعتنا النهاردة هتكون كده من الكاستر. احنا بنحب الجلاش محشي كريمة او كاستر، بس الكاستر بالاكتر بصراحة يعني في الجلاش. لكن في الكنافة بنحب برضو ايه الكريمة البيضة او المهلبية او القشطة الكدابة زي ما بنقول. صلوا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. هنا بقى قلبت كده الكاستر كده في اللبن طبعا انا مش حاطه سكر. ليه بقى مش حاطه سكر؟ عشان هنكتفي بقى ايه برشة الشربات او العسل اللي هنرشه على الجلاش. وطبعا معانا سكر بودر كده في الاخر. اللي عايز بقى يحط سكر بودر برضو يحط، واللي عايز برضو ايه يسقيها لبن بيكون محلي بالسكر، بيكون طعمها حلو، لان ديت فطيرة كده محشية ايه بالكاستر. هنا كده فردت كده طبقة الكاستر بتاعتنا في وسط الصينية. طبعا الكاستر غلى كده وبقبق وبقى جميل، يعني بقى مستوي. خدته بقى وفردته كده في نص الصينية. وبعدين نزلت كده بالنص التاني من ورق الجلاش. وطبعا تدهني برضو دهنة سمنة وزبدة، او زبدة على زيت او سمنة على زيت زي ما انت عايزة. هنا بقى بنقفل كده الصينية من الجوانب بقى كده وبنتنيها لجوه زي ما انتوا شايفين. صلوا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. بجد كده فطيرة من الجلاش محشية كاستر، بطعمها روعة وتحفة. يعني بصراحة اعمليها بالطريقة ديت ومش مش هتبطلي تعمليها. طريقة سهلة وبسيطة وجميلة في نفس الوقت، وشكلها كمان شيك يعني وجميل. طبعا بقى كده على بعد كده الفطار بقى، بعد ما غسلنا مواعيننا قمت بقى عملت كده صينية الجلاش القمر اللي انتوا شايفينها ديت. حلوة بقى كده من حلويات رمضان. طبعا كلنا بنحب الجلاش وبنعشقه، اذا كان طعمه حلو او حادق، يعني باللحمة المفرومة او بالمكسرات او بالمهلبية او بالكاستر. طبعا هنا هناخد الصينية كده وندخلها بقى الفرن. انا كنت كده مولعة فرن الكهرباء زي ما انتوا شايفين، قبل بقى ما ابتدي عمايل في صينية الجلاش. هنا بقى دخلت بقى الصينية كده الفرن. وطبعا هنا بقى خدت اللبن غليته، علشان بقى اللي عايز يحط عليها لبن يحط، كل واحد حسب راحته. انا بصراحة بحبها برشة عسل بسيطة وعليها بقى رشة من السكر البودر زي المحلات بالظبط. هنا بقى كنت مخلصة الروتين بعد الفطار، ومشطبة كده بقى المطبخ بتاعي، ومستفة اكل كده بقى على البوتاجاز، وغسلة كده شوية فاكهة. وعملت بقى كده صينية الجلاش القمر اللي انتوا شايفينها دي. كل سنة وانتوا طيبين، وينعاد عليكم يا رب كده بالخير، وولادكم
ويا رب كده فرحانين بشهاداتهم وبنجاحهم، وانتوا واحنا وكل الدنيا كده فرحانة ومبسوطة وفي أتم صحة وأحسن الأحوال. هنا بقى قسمت كده الجلاش بتاعنا، وطبعا أنا قسمت الصينية كده 4 تربع. بصراحة لقيت شكلها يبقى أحلى يعني. هنا بقول لكم بصوا طبقات الجلاش مورق بتاعنا كده وجميل ازاي، والتسوية بتاعته 10 على 10 بجد كده. يعني صينية جلاش أو فطيرة جلاش كده تستاهل بقكم، حاجة كده ما تقولش لعدوك عليها، حاجة كده بسم الله ما شاء الله، حاجة كده شغل عالي بجد كده. يعني حاجة كده فوق الوصف. صلى على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. كل ما كانت الحاجة سهلة وبسيطة والتكلفة بتاعتها في متناول الجميع، كل ما كانت طعمها أحلى، وكمان شكلها بيبقى أشيك. هنا بقى هنحط بقى كده رشة من السكر البودر، أو هنا بقول لكم شايفين بقى كده الصينية كده وأنا بقسمتها يعني. بعد ما قسمتها الصينية كده ممسوحة كده، ولا حاجة لازقة ولا حاجة شايطة، بجد كده التسوية 10 على 10. احنا هنا بنحب بقى ناكل الحاجة الحلوة، اذا كانت كنافة او جلاش مع الشاي، يعني بنشرب معاها شاي حسب ما تعودنا يعني، وكل واحد حسب ما تعود. احنا بنحب الشاي كمان بعد الحاجة الحلوة عشان بيمتص الدهون اللي فيها. صلى على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. هنا بقى معانا سكر بودر، وطبعا كده هنرش رشة. بصراحة كان طعمها تحفة، وشكلها زي ما انتوا شايفين بيتكلم عن نفسه، حاجة كده بسم الله ما شاء الله. يا رب كده الفيديو يعجبكم، وإن عجبكم الفيديو سيبولي كده دعوة حلوة من قلبكم. أشوفكم على خير في فيديو جديد، واستودعكم الله، ومع ألف ألف سلامة. باي باي.